هنعمل رموش الست دايبة ومرملة ولذيذة. مقادير مظبوطة جدا. كملوا الفيديو للآخر وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. في حلة على النار هنعمل الشربات. هنحط كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية. ولما يغلي كويس هنعصر عليه عصرة ليمونة وهنسيبه لحد ما يتقل. هنعمل العجينة في بولة. هنضيف 2 بيضة. أخدنا بيضة كاملة وبياض بيضة التانية، ربع معلقة فانيليا ونص كوباية سكر بودرة ونص كوباية زيت، وهنقلبهم كويس مع بعض لحد السكر ما يختفي. وفي طبق تاني هنضيف 2 كوب دقيق وعليهم كوب سميد وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهننزل عليهم بخليط البيض وهنقلبهم كويس وهنعجن لحد العجينة ما تلم معانا. وفي صينية ندهنها زيت وهنبدأ نشكلها. وهنا ده صفار البيضة التانية كنت ضايفة عليه فانيليا وهندهن بيه الوش. وبعد كده هنعمل عليها خطوط بالشوكة وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي. وهنا بعد ما استوت الشربات بيكون بارد وبنسقيها بالشربات. وكده عملنا أجمل رموش ست ومقاديرها بسيطة وسهلة ودايبة ذوبان وخفيفة جدا جدا وبتدوب في البق. ما تنسوش اللايك والاشتراك.